على بقى للحفلة يا باشا. حفلة بالزاف، مزيان بالزاف. كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي واعمل لهم كل حاجة جميلة. اخواتنا الاعزاء في المغرب، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ايه الروح دي، ايه الاصرار ده. صدق او لا تصدق، مجموعة فيها المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا. من يتصدر المجموعة؟ المغرب العربي الشقيق. مين في المركز الثاني؟ كرواتيا. مين في المركز الثالث وبيودع المونديال؟ بلجيكا. وكندا في المركز الاخير ب3 هزائم. ايه يا عم رجراج الجمال ده والحلاوة دي، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ايه المتعة دي. بصراحة بألف صراحة لفريق المغرب، للإدارة الكروية في المغرب، للي ماسكين النظام الكروي في المغرب. المغرب عملت ايه السنة دي؟ بتوصل كاس العالم، بتدي المهمة لمدرب وطني، بتصعد الى دور ال16 في كاس العالم، بتاخد دوري الابطال للانديه الوداد، بتاخد دوري ابطال الكؤوس نهضه بركان، بياخدوا السوبر نهضه بركان، بياخدوا بطوله كره القدم النسائيه الحرس الجيش الملكي، وبيصلوا لنهائي كاس افريقيا للسيدات وبيخسروا بصعوبه امام جنوب افريقيا. هذه هي النهضه الكرويه. ده اللي سياده الرئيس كان بيدور عليه النهارده في شربين مع الولاد بتوع كابيتانو. لما رحت المغرب وشفت الملاعب وشفت المشاريع وشفت الانشاءات وشفت الاهتمامات او الاهتمام اللي موجود هناك، قلت الناس دي تستاهل. وعملت لكم حلقة من فترة على اللي بيحصل يعني. ما حدث اليوم من المغرب الحقيقة يستحق عليه كل تحية، يستحق عليه كل تقدير. عايز بس اوصل رسالة لاخواتنا في المغرب. يا جماعة المصريين النهاردة كانوا مغاربة. المصريين النهاردة شجعوا المغرب بجنون بجنون. ما تفرجوش على المباراة التانية، ما كانش لهم علاقة ببلجيكا وكرواتيا. كانت كل هجمة، كانت كل لعبة لسفيان مرابط، لأملاح لما نزل، لياسين بونو، لحكيم زياش، للنصيري، لأي حد. كانوا في قمة الجنون مع الكرة المغربية، مع المنتخب المغربي. الحقيقة النهاردة بنحبكم ومعاكم ووراكم وفي ظهركم. المغرب هو الفريق العربي الوحيد اللي اكمل. كان معاه تونس باد لك كسب بطل العالم امبارح، فرنسا، السعوديه باد لك خسر امبارح من المكسيك، وقطر باد لك طبعا بحكم الخبرات. لكن المغرب كمل. تعالوا نرصد بقى الفرحه مع زميلنا محمد طه في سوق واقف. هو كده بيقولوا هناك في قطر سوق واقف.